السهم اللي انت شايفه قدام حضرتك دلوقتي في ناس كتيره مش عارفه تحلله، وناس كتيره بتبعت لي في الخاص وبتسال عنه. تمام. هنتكلم في المجمل او في العام. السهم كويس. تمام. هديك شويه معلومات وان شاء الله خير. اول حاجه السهم بيكسب كويس في توزيعات ارباح كويسه. تمام. متقيم دلوقتي باقل من سعره. كلام جميل. لكن لازم ناخد بالنا من مناطق دخول وخروج. احنا قلنا السهم الكويس لازم تعرف الموسم بتاعه امتى. تمام. يكون متقيم باقل من سعره، ويكون عند منطقه دخول. تمام. لو جينا بصينا هنا منطقه الدخول المفروض 70 جنيه. هو دلوقتي سعره 168 جنيه اللي هو سهم منفيس. تمام. فهو دلوقتي عند سعر يعتبر شويه عالي. تمام. يعني في شويه ريسك. دي الحاجه التانيه. هو طالع لل 230 ولا نازل من عندها؟ هو للاسف نازل من ال 230 او من فوق ال 200. تمام. هنبص النهارده هو حجم الشراء ايه وحجم البيع ايه، واللي بناء عليه الناس قررت تشتري، واشتروا من غير ما يقولوا لي، اشتروا بعد ما عرفوني. يعني خدوا نص الكلام اللي انا قلته. تمام. ونفذوه. ونسيوا اهم حاجه اللي هو وقت الدخول. تمام. طب نفهم ايه من السهم ده. السهم ده دلوقتي فيه دخل له سيوله 81 مليون، او حجم السيوله النهارده. تمام. اجمالي الشراء 65 مليون ونص. فده رقم كويس جدا. تمام. اجمالي البيع رقم بسيط جدا 16 مليون. فده معناه ايه؟ ده معناه انه المفروض السهم النهارده يكون وصل لل 80 جنيه، وهو ما وصلهاش. ففي حاجه من الاثنين: يا اما هياخد بعضه ويكمل نزول. تمام. يكتفي باللي هو عمله، يا اما ياخد بعضه ايه ويعمل رقم جديد. يبقى هو مثلا بيخزن، يعني بيجمع سيوله عشان ينفجر يعمل سعر جديد اللي هو 100 250 جنيه. فاهمني؟ فده عنده فرصه يوصل ل 250 جنيه. تمام. طب هل يا محمد استثمار امن يعني نخش ونستثمر ونسيب فلوسنا سنه واتنين؟ لا. في الوقت الحالي لا. طب ايه اللي هيخلينا نخش مثلا او نطلع منه لو احنا موجودين؟ لا، ما تطلعش. ليه ما تطلعش؟ اقول لك ليه. اولا، هو دلوقتي انا وجهه نظري كمحمد ان هو بيجمع فلوس، وبنسبه 80% هيعمل سعر جديد اللي هو من 210 ل 250. تمام. انا هديك الامان بتاعه اللي هو تبيع على 195. تمام. كده كده هيطلع لها الفتره الجايه. تمام ان شاء الله لو ربنا اراد. تمام. لو انت بتخاف تخرج على الرقم ده، لو انت قلبك جامد استناه. آه لو كسر ال 220 جنيه او 200 215 واستقر فيها، يبقى ان شاء الله يوصل ل 250 جنيه او 240 جنيه. كلام جميل يا اخواتي. آه طب هو استثمار بعيد ولا قصير؟ لا، ده استثمار قصير. يعني استثمار ايه؟ بتاع ايام او اسابيع، او ممكن يبقى يوم. مش فاهم يعني ممكن يوم السبت اول جلسه في الاسبوع الجديد قصدي يطلع للمستهدف اللي احنا عايزينه. فانت لازم يكون عندك بيع في نفس الجلسه لو انت هتخش السهم ده. تمام. لانه ممكن يطلع في لحظه وينزل في لحظه، لان هو طالع مش بناء على شغل. هو مش بيشتغل عشان يطلع لك المبالغ الكويسه دي. لا، هو للاسف طالع بناء على طلب السوق. فاهمني؟ فهو هيعمل ايه؟ هيطلع طلع هتلاقي ناس كتير بتبيع. فانت خليك في الامان يا صاحبي. اخرج على ال 190 195 بالكتير. تمام. عايز تخاطر خليك، مش مشكله. وانت لا تشيل المسؤوليه، انا ماليش دعوه. دي ولا توصيه شراء ولا توصيه بيع، لانه دي فيها مخاطره. وانا اي حاجه فيها مخاطره بقول عليها. تمام. ما تنسوش لايك كومنت اشتراك ودعوه جميله من قلبكم. تمام. واللي عايز يعرف التاريخ النهارده اهو لك. النهارده الخميس 27 نوفمبر 2025. يلا سلام.